السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الخير. اليوم الفيديو مالتنا يتكلم عن الزراعة بأشياء لطيفة، يعني مو إلا سندانة فخار أو سندانة بلاستيك أو فشي حلو، يعني كلش لازم يلا تزرعون بيه. اكو اشياء كلش بسيطة وفي متناول اليد، يعني تخلي لك زرعك بأبهى صورة. ومو بس هيجي، يعني اكو اشياء لطيفة تكون بسيطة لازم نعلمها لأولادنا وأطفالنا. الزراعة فن، والزراعة ذوق، والزراعة تهذب النفس وتعلمها على الصبر. دائما تشوفون الإنسان اللي يحب الزرع والزراعة يكون إنسان لطيف وهادي وعنده صبر. يعني أنا مو دا أحمد الكون بنفسي، بس أنا دا أقول هاي صفات اللي بشكل عام للإنسان اللي يحب الزرع، لأنه الزرع يهذب الروح البشرية، يعلمه شنو يعني بذرة ويصير يعني شجرة. فيا ريت هذا الفيديو مالتي يوصل لوزارة التربية أو لأحد مسؤول، حتى يخلينا مادة للزراعة للتلاميذ. أعتقد هي مادة جدا مهمة، ما تقل أهمية عن باقي المواد اللي يدرسوها للتلاميذ. يعني أكو يعني دروس رأسا يجون ينطونا معلومة كبيرة وهو عقله بعد ما يستوعب شنو الشجرة، شنو البذرة، شنو الجغرافيا، شنو العلم، شنو الحياتية. رأسا يجون يشرحوا له عن النبات، بينما إذا هو يسويه بإيده راح يفتهم ويترسخ هاي المعلومة بإيد يعني بدماغه. ومن تجون يعني اللي عنده أولاد، يعني تقريبا هذا الفيديو مالتي يعني موجه اللي عنده أولاد بالبيت، وقت فراغه هواية، انترنت هسه يعني متناول يدهم، وهذا الشيء مو زين، دا يسوي عندهم أمراض. مشاهدة التلفزيون بكثرة أيضا يسوي عندهم مشاكل صحية، يطلعون بالشارع الدنيا مو أمان. يعني فأنت حاول تخلي ابنك تكون عنده هواية جميلة بوقت فراغه، تشتري له أشياء بسيطة يعني تحببه بالزرع. مثلا يعني هذا القطار أنا اشتريته داعي تلاميذي، أنا كلش عجبني ألوانه شكله حلو، تقدر تسوي مكان يعني تزرع بيه أنت وأولادك. أكو يعني أشياء هواية موجودة بمحلات الألعاب وسعرها يعني كلش رخيص. من هو صغير ابنك حابب خليه يصير عنده هواية، مو شرط الزراعة، اكو كثير من الهوايات. يعني مثلا يعني يربي له دجاجة، يربي له طيور، المهم أشياء يعني متصلة بحياته، أو يتعلم له على آلة موسيقية. المهم يعني تكون عنده هواية وتنميها، التطريز، الخياطة، أيا كان الهواية. رجاء حاولوا تعلموا أولادكم من هم صغار أنه يكتسبون هواية، حتى يعني يشغلون وقت الفراغ مالتهم بالمستقبل، وأيضا يتطورون، عقلهم ينمو، يصير عندهم رحمة. إذا كان مسؤول عن حيوان يصير عنده يعني اعتزاز بالنفس، إنه لما يزرع لفت بذرة ميتة وبعدين يجي يلقاها صايرة نبتة ويراعيها، يكون عنده حتى إحساس بالمسؤولية. كل هالأشياء تنمي يعني عنده صفات جيدة جدا، صدقوني ما راح تخسرون. تروح للمحلات هواي اكو اشياء بسيطة مال الاطفال، فتكرك صغير، خرماشة صغيرة، فرشة صغيرة، دلو لصق صغير، شوف دائما تعلموهم يستخدموها من يعني لما يشتغلون، يعني روعة. شوية بذور، وابدوا وياهم ببذور سريعة النمو، مثلا بذور الذرة. شوفوا هسه اشوفكم اني بيومين يعني طلعت الذرة وصارت ما شاء الله. أنا هالشي يعني زرعتها حتى كنت مازحة، يعني زرعتها بس مجرد مزاح، لأن أصلا ما عندي مكان. هاي بذور الذرة، يومين الثالث طلعت وصارت كبرها ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا تقدرون تساعدوهم يعني تعلموهم على الزراعة يعني بالبداية شوية بنباتات سريعة النمو، لأن الطفل تلقى من زرعها كل ساعة رايح جاي عليها، مثل بذور الدخن، بذور الحنطة، كرك صغير، دل صغير، نبتة صغيرة. يعني أشركة أنا من أزرع أشركة وياي. حتى لو ما عندكم مجال حاولوا تفرغون مجال أولادكم.
يعني راح هاي الأشياء البسيطة في نظركم اللي ما تاخذ حتى من وقتكم هواي راح تهذبه لكم بالمستقبل، راح تخليه إنسان رائع، إنسان يعرف شنو معنى الصبر، الانتظار، الاختيار، الذوق، الهدوء. على العموم أنا ما أريد أصير مصلحة اجتماعية، لكن فعلا فعلا يعني أنا بالمدرسة من أزرع دائما أشرك تلاميذي وياي، وبعدين من يشوفون الزرع يعني ينبت يعني يكونون متعجبين كأنهم مسوين في الصاروخ فد علم، يعني بداخلهم فرحة كبيرة، أو من يكون يعني مثمر جدا يفرحون. فرجاء كل واحد عنده أولاد نموا حب الزراعة عندهم، لأن حقيقة وفعلا وأثبت الماضي والحاضر والمستقبل إن شاء الله إنه الزراعة هي الثروة اللي ما تنضب، هي الثروة الحقيقية، مو النفط ولا غير شيء. وطبعا الإنسان هو الثروة الحقيقية، وشون نمي ونحافظ عليه من الطفولة، والزرع جدا مهم. وإحنا نقول نزرع حتى نفرح، نفرغ الهموم. يعني أنت بس مجرد أي شيء عندك أنت تلزم النباتات راح تحس بطاقة جميلة وياه. هسه خليكم وياي، أنا آسفة إذا طولت بالكلام، لكنه يعني أنا بعد عدة تجارب ومع الأطفال، لأن أنا من خلال عملي يعني مع الأطفال شفت الزراعة يعني جميلة وجيدة جدا، وعلم لازم نعلم لأولادنا لأن يهذبهم بأجمل وأفضل طريقة وأسهل طريقة. هذا القطار الجميل أنا جبته أول مرة، شفت تأكدت منه في فتحات للتصريف. هسه هاي لازم نلزقها يعني بالتياب، هاي الفتحة نسدها الجانبية، لكن هو بفتحة، شوفوا فتحة من تحت يخرج الماء الزائد، إذا هو صالح للزراعة. وأنا هسه راح أوخر من عنده النايلون، وراح نخليكم وياه شوف شلون راح نزرعه. وهذا القطار فتحناه شكله حلو كيوت. هسه إن شاء الله راح ألزق هاي الفتحات لأن حتى التربة لا تطلع ولا المي يطلع. وهاي محضرة نبات مكنسة الجنة، عندي نباتات كثيرة أقدر أزرع بيها بذور، تقدرون تزرعون بيها أي شيء جميل سريع النمو مثل الدخن، الحنطة، راح يصير شكله كلش حلو. بس أنا عندي نباتات هواية، الورد مساء الخير، فقلت أخذه من الحديقة وأخليه هنا. طبعا القطار ينشال بسرعة بسهولة. هسه راح ألزق هاي الفتحات بالتيب وأرجع لكم. صلى على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا خلينا التيب غطينا الفتحات، وهسه راح نخلي أي نوع من التيب، أي نوع حسب ذوقهم. وهسه راح نخلي تربة خفيفة جيدة التصريف، لأن أصلا هو القطار يعني على شكل لعبة لطيفة، فما يصير يخلي بيه تربة ثقيلة من غير مكانه، يعني احتمال يعني يزعجنا. فنخلي بيه تربة خفيفة ونزرع ونقول بسم الله ونصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا وأي مكان عندكم تحسوه ضيق، يعني تريد تزرعون بيه ديكور تحسوه ضيق التربة ما تنزل، تقدرون تستخدمون أي ورقة على شكل قمع وتخلون بيها التربة، رأسا راح تنزل بكل سهولة بأي مكان تريد تحطوه تزرعون بيه يعني يعجبكم. صلى على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هاي خلينا التربة بالقطار نزرع وبعدين نكمل باقي التربة. وهاي السندانة طلعتها يعني عفوا نبتة مكنسة الجنة طلعتها من السندانة شوية، راح أفكك جذورها أفرغها شوية من التربة اللي بيها لأن هاي تربة خفيفة أفضل إلها، وأزرعها واختار أي نوع زرع عندي بالحديقة هواية وأزرعها، أو أنتوا إذا تريدون تزرعوها يبقى قطاركم خفيف تنقلوه من مكان لآخر ويكون جميل وتتعاونون ويا أولادكم. أكو بذور الدخن، بذور الحنطة، بذور الذرة، كثير من أنواع البذور، فاصوليا، حمص، أي شيء عندكم بالبيت راح يكون شكله لطيف جدا وراح ينمو بسرعة.
راح يصير حلو. أنا أفضل إنه هيك أنواع يعني من الديكورات والقطار وهذا تزرعون البذور بيه يعني يكون قوي وجميل. لكنه بشكل عام من بذور الدخن والحنطة والهاي إلها فد وقت معين أو حجم وتموت، فأني لا أريد أزرع. عاجبني مكنسة الجنة وعاجبني أزرع وياها مساء الخير أو شب الظريف، شو تسموه على أمل إن شاء الله أيضا تزهر بالقطار، ومن يزهر أيضا أشوفكم شكلها سأزرع وأرجع لكم. وهنا زرعنا القطار، هذا الدبدوب الجميل، زرعنا مكنسة الجنة. ظلت أفكر شنو أزرع بالوسط. زرع شب الظريف. طبعا النباتات دائما لازم تكون إلها نفس ظروف يعني تعيش بيها، إذا إضاءة إذا ظل تختاروها حتى تنجح عندكم. صار هذا قطارنا السريع قطار الزرع الجميل. نسمي بسم الله دائما ونصلي على الرسول لما نشتغل بالزرع. وعلموا أولادكم أيضا الصلاة على النبي، يفلح أولاد يعني يفلحون أولادكم وأنتم أيضا تفلحون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا اليوم الجو غائم برعد ومرات شوية تمطر، فأتأخر أني يعني أوقف التصوير أروح وبعدين أرجع. إذا تشوفون هسه صار شكل القطار جميل جدا. أسقي وأرتبه وأشوف له مكان ثابت إله وأرجع لكم. طبعا حتى خفيف الوزن. ونقطة مهمة أيضا، إذا تشوفون يصير شوية أتربة، هاي ننظفها فرشة صغيرة. دائما خلوا عندكم فرشة، بالأخص اللي عنده نباتات عصارية، فرشة يعني بسيطة ننظفون بها دائما الأتربة النباتات بلطف بدون ما تخدشوها. وهذا قطارنا كمل. وصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مثل ما وصيتكم دائما ادعموا أولادكم، خلي نموا عندهم هواية جميلة، نموا عندهم حب للزراعة. انتوا راح تستفادون بالنهاية، لأن راح تهذب لكم أولادكم، تهذب أخلاقهم، تهذب صبرهم. بالأخص الأولاد دائما أشوفهم معصبين، دائما أشوفهم ما عندهم صبر، من يريدون فشي يريدون يحصلون عليه بسرعة أو يسوي لهم مشكلة. وهاي كلها تقدرون تعالجوها من خلال إنه تنمون عندهم حبهم للزراعة، زراعة النباتات، زراعة البذور، زراعة يعني تربية طيور، دجاج، أي شيء، أي كائن حيكون مسؤول عنه راح يكون هو يحس بالمسؤولية وراح يكون مهذب. وهاي خلصنا زراعة القطار. وهسه طبعا حتى القطار يمشي بكل سهولة لأن تربة خفيفة، تربة بتموس وبرلاج. طبعا الجو مغيم فد مرة راح تمطر. أخلص الفيديو. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي دائما واذكروا الله وزرعوا بالدنيا وزرعوا بالآخرة زرع الجنة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا زرع الدنيا. ولا تزرعون بعد بأولادكم أشياء جميلة، أنتوا راح تفلحون إن شاء الله وتربحون. طبعا سقينا والرية الأولى تكون غمر وقرينا سورة الإخلاص والحمد لله والشكر. أرجو أن يعجبكم هذا القطار الجميل. راح أخليه مكانه وإن شاء الله أشوفكم شلون شكله. ما شاء الله تسمعون صوت الرعد. اشياء بسيطة بس تجيب الفرحة. انا كلش فرحانة بيه، ودي هسه اشد بيه خيط وامشيه بالبيت، لكنه اترك هاي المهمة لغيري. انا راح اشيله واخليه مكان ثابت. اصل لكم يا التصوير الاخير والدنيا صارت كلش التصوير ظل مهندس، لان شنو راح تزهق اصلا قامت تمطر. طبعا ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زختها الدنيا مطرة قوية. شوفوا النبات يعني شنو انتعش وغرق بالماء. زين ما شاء الله. هسه أنا راح أخليه مكانه. شوية الشمس كانت تطلع والدنيا غرقت.
طبعا بس ردت اشوفكم المطاط اللي زرعناه البارحة، او غيرنا مكان السندانة مالته اليوم شلون ورقة مفتوحة مالته. هذا حتى تعرفون انه يعني شلون اذا يعني خليتوا اولادكم هم يزرعون. انا متأكدة لو كان يعني احد من الاطفال ماد ايده وياي بهاي الزرع او شي كان حس بانجاز رائع من يشوف شي جديد يصير بالنبات. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هل اشوفكم الورقة ونخلي القطار بمكانه ونختم الفيديو. شوفوا شلون صلوا على النبي، شلون فتحت الورقة ملتفة حلوة. وهذا الشكل الأخير لقطارنا الجميل، قطار الزرع. أرجو إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم أو ألهمكم بشيء مفيد. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو أنه إذا عجبكم الفيديو أو شفتوا قناتي تستحق أن تدعموني باللايك والشير والاشتراك. شاركوا الفيديوهات مع أصدقائكم، أهلكم، الجروبات اللي أنت يعني مشتركين بيها حتى يستفاد أكثر عدد من الناس من الفيديوهات. دعموني، أتمنى دائما أن تدعموني حتى أستمر وياكم إذا شفتوا قناتي تستحق. وشكرا جزيلا لتعليقاتكم اللطيفة، أنا كلش أفرح. يا رب يفرحكم، دائما أدعي لكم بالخير لأنه التعليقات الجميلة كلمة طيبة صدقة، التعليقات الجميلة تشرح القلب. إن شاء الله يكتب لكم بالمثل وأكثر ويسعدكم. وأرجو أن شاء الله يكون هذا الفيديو مفيد وملهم، وإن شاء الله استفاديتوا من عنده ولو في شيء بسيط. وشكرا جزيلا لكم وربي يسعدكم. لا تنسون تابعوني على قناتي، قناة فلفل وقرنفل على اليوتيوب. شكرا جزيلا لكم. هذا قطار الزرع. طبعا ولا تنسون دائما صلوا على النبي، صلون على النبي تفلحون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بهاي الطريقة انتم راح تزرعون تستمتعون يعني ويا أطفالكم، راح يتهذبون وراح تكون هي متعة وهي لعب وهي يعني شيء جديد، راح يستمتعون. أنا متأكدة راح يستمتعون. جربوها وإن شاء الله يعني تكونوا مستمتعين ويا أولادكم. هو لعب وهو شيء ممتع ومفيد. وصلوا على النبي. شكرا جزيلا لكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.